شهر أكتوبر هو شهر مصري حصري للمصريين وبس. المصريين من أول أكتوبر لحد 6 أكتوبر بيحتفلوا احتفالات عظيمة بالنصر العظيم. جينا يوم 6 أكتوبر وفرحتنا بقت فرحتين بفوز دكتور خالد عناني برئاسة اليونسكو. عدد المصوتين لصالح السيد خالد أحمد العناني 55، ومن بعدها يفرحنا المنتخب ويتأهل لكأس العالم 2026. وهل احتفالاتنا خلصت كده؟ لا طبعا، طلع علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه وأعلن وقف الحرب في غزة والتزام من أجل إنهاء الحرب. وبعد كل ده وبعد سنتين بيضغطوا على مصر بالترغيب والترهيب، بيضغطوا عليها اقتصاديا وكمان عسكريا. سنتين والرئيس عبد الفتاح السيسي واقف على رجليه ومصر على موقفه من أكتوبر 23 لحد اللحظة دي، وهو بيقول لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ومش هنفتح المعابر ومش هنخلي الفلسطينيين يسيبوا أراضيهم. وبعد سنتين هو بنفسه طلع وقال لنا خبر وقف إطلاق النار على غزة 2023 وحتى الآن، وفي حرب قاسية جدا جدا. وبعد كل المدة دي قرار وقف إطلاق النار طلع من أرض السلام، أرض سيناء اللي اتراوت بدم شهدائنا. مصر مش بس كبيرة المنطقة، مصر بكل اللي قالته ونفذته ورؤيتها اللي كانت شايفة لقدام بقت كبيرة العالم، لأنها أرغمت كل اللي كانوا بيحاربوها وكل اللي كانوا واقفين ضدها إنهم يجوا لحد عندها في أرض السلام ويقولوا زينا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.